اهلا بيكم في قناتكم اي هاردوير. معاكم ادم حسن، والنهارده هنعمل تجربه جديده مختلفه تماما. هقول لك فيها على مواصفات تجميعتي بعد التغييرات الكتير قوي اللي حصلت فيها، وكمان عشان الناس اللي فضحتني عايز تعرف مواصفات تجميعتي ايه. مواصفات تجميعتي ايه؟ خلاص عملت لك فيديو بمواصفات تجميعتي اهو. دلوقتي بقى في واحد متابع جدا، انا بص حابه اوجه لك تحيه، انت عالمي، وهيجي يقول لي طب انت دلوقتي فرقت ايه عن فيديو ازاي جمعت تجميعتي؟ هرد عليه واقول له ان حصل تغييرات كتير جدا في التجميع، حرفيا التجميع كلها اتغيرت، السيت اب كله اتغير، كل حاجه اتغيرت يعني. المهم يعني في فيديو النهارده ان انا بعد ما اقول لك المواصفات هنجرب كذا لعبه. انا عن نفسي بحب العبهم جدا، انا ببص دي الالعاب اللي انا بعشقها عامه. وطبعا بالنسبه للمونتاج انت كده كده شايفه، انا مش محتاجين نتكلم معلش يعني. قبل ما نبدا بس ما تنساش تصلي على النبي وتقول بسم الله ما شاء الله، عشان انت عارف لازم تقول بسم الله ما شاء الله طول الفيديو بتاعي، انت عارف الحوار ده كويس جدا يعني. وحاجه تانية اهم من الفيديو نفسه، انا لازم اقدم لك اعتذارين على مر الشهر اللي فات ده. واول اعتذار وهو اني ما نزلتش الجزء الثاني من فلوج ميل البستان والجزء الثالث كمان، بس ده لسبب ما على فكره. ولكن تعويضا لكل ده انا عايزك تستنى عليا شهر واحد بس، شهر واحد بس اخلص امتحاناتي وهعوضك بفلوج. وفكره فلوج ما حصلتش في مصر قبل كده، انا بوعدك اهو انت مش هتعرف تخرج من الفيديو. الاعتذار الاخير هو اني مش منتظم في الفيديوهات، حقك عليا بس احنا في دراسه معلش بقى، بغض النظر ان انا مقضيها مش بذاكر اصلا. مش مهم دلوقتي. بس ده تشد حيل يعني، احنا قدامنا اقل من 25 يوم على الامتحان. المهم ان انا بعد امتحاناتي انا عايزك بقى تفرد ظهرك لورا كده وتجهز، عشان حرفيا في مفاجآت بالعبيط جايه قدام، وكم حاجات هتحصل انت هتتفاجئ منها اصلا. تعالى بقى كمان هحرق لك مفاجاه منهم، هو اننا هنعمل جيف اواي. اوعى تتكلم عشان ادم يفضحنا. لا انت بتهزر، مش عايزين نحرق مفاجآت بعد اذنك. المهم ان انت هتتنغنغ والله. انا عايز اقول لك اصلا ان انا بعد ما اخلص امتحانات انت هتزهق مني، انا بقول لك الحقيقه اهو، عشان الناس قاعده تقول لي انت بتنزل كل الفيديوهات فين وفين ومش عارف ايه الدنيا دي كلها. انا بص انا مفيش يوم هيعدي غير لما تشوفني، انا بقول لك اهو ان شاء الله يعني انت لو زهقت مني في فيديوهات اللونج هتلاقيني ظاهر لك في فيديوهات الشورت، لو زهقت مني في فيديوهات الشورت واللونج هتلاقيني ظاهر لك في اللايف ستريمز. بص انت مش هتلاقي حته غير وانا موجود فيها الحمد لله يعني ان شاء الله. كفايه رغي بقى ونخش على مواصفات تجميعتي. وعشان تكون فاهم بس ان انا التجميع بتاعتي دي انا جمعتها قطعه قطعه، يعني انا كنت بحوش لقطعه معينه، ولما ربنا بيرزقني كنت بجيب قطعه اعلى من القطعه اللي انا كنت محتاجها، عشان الناس بتقول انت ركزت على الشكل وما ركزتش على المواصفات. واول واهم حاجه بالنسبه لي وهي المذر بورد. ولو تفتكر في فيديو ازاي جمعت تجميعتي، بالمناسبه الفيديو ده جامد جدا لازم تتفرج عليه عشان تبقى فاهم بس، وده حرفيا فيه قصه كفاح جوه، هتلاقيني سايبه لك في الاي اللي فوق. المهم كانت البورده بتاعتي فيه هي البي 450 الاس 2 اتش، ولكن في فيديو النهارده انا طورت البورده بتاعتي للبي 450 الفي دي اتش ماكس من ام اس اي الحمد لله يعني. هتقول لي هي هتفرق؟ هقول لك هتفرق كتير جدا 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 حرفيا. الفي دي اتش ماكس بتيجي ب 4 بنك رام، ايه ده كده 2. الفي دي اتش ماكس بتيجي ب 4 بنك رام مقارنه بالاس 2 اتش كانت بتيجي ب 2 بنك رام بس. وحاجه كمان ان دوائر الطاقه اللي فيها اقوى بكتير من الاس 2 اتش. لو انت مش مستوعب جزئيه دوائر الطاقه انها تكون اقوى في بورده ما او بورده معينه، فانا هبص دي حاجه مهمه جدا انا لازم افهمها لك دلوقتي. على البورده الاس 2 اتش القديمه بتاعتي انا كنت لما اجي اطور كنت هطور للرايزن 5 ال 5600 اكس، ده اقصى حاجه، مش عارف اطلع للرايزن 7 ال 5700 اكس تماما. لكن مع البي 450 الفي دي اتش ماكس انا اقدر ان انا اطلع للرايزن 7 ال 5700 اكس مرتاح. طب ليه انا ما اقدرش ان انا احط 5700 اكس على البي 450 الاس 2 اتش؟ بسبب دوائر الطاقه مش هتقضي المعالج ده، معالج ال 5700 اكس بيحتاج دوائر طاقه اعلى من ده. اظن كده الفكره وصلت لك يعني. وحاجه كمان بس عشان تكون فاهم ان الفي دي اتش ماكس بتيجي ب 80 اكس مش مايكرو 80 اكس زي الاس 2 اتش، فطبعا حجم اكبر من الاس 2 اتش بكتير، مش بكتير قوي يعني بس هي حاجه مهمه جدا برضه. عارف انت هتحس كده ان البورده كده مريحه كده للعين ومريحه للاستخدام وانت بتركب القطع والدنيا دي كلها. وعايز اقول لك بصراحه شعوري لما غيرت البورده دي كنت مبسوط جدا، لان انا كنت قادر ان انا اغير اي قطعه من غير ما احتاج ان انا اغير البورده. عايز اطور رامات احط رامات على طول، عايز اغير معالج كل اللي اعمله اشيل معالج واحط معالج تاني، الدنيا دي كلها يعني. كفايه كده كلام عن البورده، تعال بقى نخش على المعالج. وطبعا انت افتكرت عشان البورده اي ام 4 فكل الناس بتروح لل 3600 او ال 2600، بس لا ده ولا ده. توقع كده في الكومنتات، معاك 3 ثواني. 1 2 3. المعالج وهو الرايزن 5 ال 2600 اكس، توقعك غلط بنسبه 100% اكيد. المهم ان المعالج ده حرفيا سفاح كهرباء، سفاح كهرباء بالمعنى الحرفي. هقول لك ليه كمان شويه. ال 2600 اكس بيجي ب 6 كور و12 ثريد مع 16 ميجا كاش، وسرعته على البوست سبيد او لما بيكسر سرعه، عشان المعالج ده بيكسر سرعه عشان تكون فاهم، من فيت اكس يعني، ما علينا مش مهم، دي مش محتاجه فقاقه يعني. سرعته بتوصل ل 4.25 جيجا هرتز. وليه من شويه انا قلت لك ان انا مسميه سفاح كهرباء؟ عشان حرفيا مطلع عين سحبه للواط بجد. المعالج بيسحب 95 واط ده في الطبيعي كده، بس طبعا تحت الضغط والكلام ده كله بيوصل ل 110 120 واط، ولذلك بقى مطلع عيني في درجه الحراره. تخيل كده معايا درجه حراره المعالج تكون 96 وانت قاعد بتلعب جي تي اي عادي جدا يعني. تخيل 96 درجه، انت متخيل؟ والمشكله انها بتعلى عن كده، ممكن تلاقيها مثلا وصلت ل 105 درجه 106 درجه، وصلت معاك كده والله العظيم. هتقول لي ازاي مش المفروض ان المعالج ليه ليميت 100 درجه؟ اقول لك انا ما اعرفش بجد، انا مستغرب بالجزئيه دي اللي هو ازاي ما قفلش اصلا الجهاز، بس غالبا الليميت هنا على 110 او حاجه في الجزئيه دي يعني. الدرجات دي كانت على كولر زد 50 من
بريميوم كولر ماستر اللي انا حرفيا كنت بكرهه من ساعه ما جبته، والناس اللي اتفرجت على فيديو ازاي جمعت تجميعتي عارفه كده كويس جدا. ونصيحه لو انت معاك فلوس زود 1000 جنيه بس وروح على الرايزن 5 3600 عشان بص هتغنيك عن كل وجع القلب ده. واصلا خد بالك ان انت كده كده لو ما زودتش على المعالج انت كده كده هتزود على الكولر، عشان ده اللي انا عملته بعدين بقى. ما ننساش نقول بسم الله ما شاء الله بعد اذنك، بعد اذنك بسم الله ما شاء الله بعد اذنك. نيجي بقى لجزئيه الكولر اللي انا لسه مغيره ما فيش من اسبوع بالظبط. انا عايز اقول لك بقى لما شفت درجات الحراره دي انا قفلت الجهاز ما عرفتش افتحه تاني يوم نزلت جبت كولر بجد والله. ولكن في حاجه مهمه جدا حصلت في حوار الكولر ده لازم اقولها عشان انا عمري ما نسيت حاجه لحد. الكولر اللي معايا الحالي ده هو السيرمال رايد الاساسا ال 120 اكس ار اللي بيجي بشاشه ديجيتال، والحقيقه ان هو جالي هديه من صديق والدي. صراحه احب اشكره جدا 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 على الهديه دي، حرفيا هديه جميله جدا وتحفه جدا بالنسبه لي، شكرا جدا. وخد بالك ان الكولر ده احنا هنعمل عليه مراجعه تفصيليه او تبقى فيديو شورت بمعنى اصح، هنراجع فيه درجات الحراره قبل وبعد. حرفيا انت هتصدم من الفروقات، صدمه مش طبيعيه. هديك نبذه بسيطه كده ان درجات الحراره بقت بتلعب من 50 ل 60، دي نبذه بسيطه خالص كده عشان نبقى واقعيين يعني. فحقيقي شكرا جدا على الهديه دي. اهم حاجه ما ننساش نقول بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله بعد اذنك. نيجي بقى لجزئيه الرامات بتاعتي. الرامات بتاعتي هي 2 في 8 من كورسير تردد 3200 كمان سي ال 16. طبعا لحقتها قبل زياده الاسعار دي. بص انا ميت من الفرحه بعد زياده الاسعار اللي حصلت دي، بس متضايق جدا عشان عايز اجيب رامات تاني لان 16 مش مكفيني تماما. عشان نبقى فاهمين انا ممكن ابقى فاتح متبقي لي 2 جيجا رام بس لو صباح الفل. بالنسبه بقى لجزئيه الهاردات فانا معايا هارد اس اس دي ان في ام اي ام دي 2 256 وطبعا ده للويندوز او للنظام، وطبعا في كذا اتش دي دي تاني علشان التخزين الحمد لله يعني. القطعه اللي قبل الاخيره بقى معانا وهي كارت الشاشه اللي حرفيا الناس فضحتني علشانه. لو انت ازاي يكون معاك كارت زي ده؟ ما ينفعش يبقى معاك كارت زي ده. هتمنتج ازاي ولا هتعمل ايه؟ ازاي كده بالظبط يا جماعه؟ ده كارت مؤقت لحد ما ربنا يكرم واجيب كارت هيبقى جديد باذن الله، مش هيبقى مستعمل يعني. انسى بقى 2060 وال 2070 وال 2080 نفسه اصلا، ربنا يكرم بس ان شاء الله. توقع كده الكارت الجديد ده هيكون ايه في الكومنتات. الكارت وهو اسطوره البط البلدي والبط العالمي هو الجي تي ال 1030. وطبعا ما اقولكش على البوتل نيك بين الكارت وبين المعالج، ما مش محتاجه يعني، انت عارف اللي فيها اكيد. نيجي لاخر حاجه في التجميع بتاعتي وهي الكيس وهي الزجماتيك كريستال ستورم اللي بتيجي باربع فانات اي ار جي بي بي دبليو ام. ولو مش فاهم يعني ايه بي دبليو ام فمفهوم بي دبليو ام يعني درجه الحراره لما تبقى عاليه سرعه المروح تعلى، لما درجه الحراره تبقى واطيه توفر المروح كده وتهدى نفسها تبقى سرعتها اقل. بس دي كل الجزئيه يعني لازم طبعا توصف في البورده، خد بالك من الجزئيه دي اكيد يعني مش محتاجه فقاقه. بس كده دي مواصفات تجميعتي بقى. تعالى اما انقلك على تجربه الالعاب. انا معايا كذا لعبه كده هنجربهم، انا عن نفسي بحب العبهم جدا. واول لعبه معايا انا حرفيا بعشق ان انا العبها، واللعبه حرفيا عانيت معاها قصه كفاح كبيره جدا عشان اعرف ان انا العبها بجرافيكس كويس وفريمات كويسه نوعا ما يعني، وهي لعبه جي تي اي في. واللي اتفرج على فيديو ازاي جمعت تجميعتي انت تعرف الجزئيه دي كويس جدا وتفهمها كويس جدا كمان، او جي تي اي اونلاين كمان مش تفرق يعني. طيب بص عشان عارفين احنا الشرطه مبهدلانا دي الفريمات فوق. بص ده الجرافيكس، استنى اما اوريك الجرافيكس سريعا بس نهرب من هنا بسرعه. اجري اجري اجري. يا نهار ابيض يا نهار ابيض 4 نجوم شكرا يا باشا. بص كده بسرعه. سيتنجز فين السيتنجز؟ جرافيكس ده كده الجرافيكس عاملين كل حاجه على هاي وفيري هاي ما عدا التكتشر نورمال بسبب ان هي بتاكل الفي رام، وزي ما انت شايف كده الفي رام كلهم على بعض 2 جيجا في رام يعني. اجري بقى بسرعه كده واوريكم كمان الفريمات واحنا بنهرب من الشرطه بنحاول يعني. دي طبعا جي تي اونلاين مش جي تي اي في، او بمعنى اصح جي تي اونلاين والفي عادي جدا بس اللي مش الستوري بمعنى اصح. في شرطه قدام، في لاج سنه لاج حصلت كده لو حد خد باله منها. الله 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 احنا متبهدلين. ده قصدينها بقى. انا هقول لك على حاجه، مفيش غير حل النفق هو الحل الوحيد. نفق كان الناحيه التانيه. انا كده مش هنخلص يعني. انا جايب لك الصوات اهو، القوات الخاصه. ما مسكتش عربيه غير لما خبطت فيها. سبحان الله بجد. يا ولا معرفش مين حاطط العمود ده هنا بجد يعني، ده حمار ده والله. مؤاخذة يا باشا. اوعى يا عبيط. يلا العربية مش عايزة تتحرك. ايوه دي النط بقى. ايوه 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 يا ولا جامد. بص 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 اسطورة الهروب والله، اسطورة الهروب من الشرطة بجد. اوعى يا نهار ابيض اوعى. شوف 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 شوف
تعرف تمشي على الحيطه كده؟ قول لي تعرف تمشي على الحيطه زي كده ولا لا؟ قول لي، انا عايزك تقول لي بس. طياره فوقينا، ماي جاد. والعربيات كمان فوقينا، ماي جاد اكتر. العربيه انفجرت يا رجاله. وتاني لعبه هنجربها وهي لعبه ريزيدنت ايفل 3. طبعا لو مش متخيل لعبه ريزيدنت ايفل 3 فهي لعبه تقيله جدا على كارت الشاشه زي جي تي ال 1030. طيب بص كده معايا، طبعا انت عارف ان انا بصور على نفس الجهاز. دي كده السيتنجز بتاعتي في ريزيدنت ايفل 3. حرفيا بالنسبه لي من اكتر الالعاب المرعبه اللي ممكن تشوفها في حياتي انا عامه، يعني بسبب ان هي فيها خضات غير متوقعه بس مش اكتر. لكن غير كده قشطه ماشي، احنا شغالين فيها كل حاجه تقريبا. تعالوا بقى دلوقتي اما نشوف كده الاداء عامل ازاي، وهوريك كمان ان احنا مشغلين الاف اس ار اللي في النواد بتبقى عاليه ازاي. بص واخد بالك كده من الجزئيه دي؟ خلي بالك انت، واخد بالك، خد بالك انت، خد لي بالك انت. بس في المادة الصوت لما بضرب، خد بالك انا قصدي نعمل كده. تعالى كده بقى ايه، نشغل لك الاف اس ار. هنشغله على الجودة، انا عن نفسي بحب اعمله كده، واعتقد اي حد هيلعب مكاني هيعمله كده. اعمل لي ده تشغيل، نخليها الجودة. بص كده هتلاقي الفريمات معايا تقريبا نقطة الربع او التلات ارباع بمعنى اصح، يعني بدل ما كنا 30 بقينا 45 50 55 فريم. لعبة بقت اسلس بغباء حرفيا. الجرافيكس تحس ان هو قل شوية بس مقبول نوعا ما جدا مقبول يعني على كارت زي ده. تعالى كده نخرج بره ونشوف. طيب ما علينا، مش عايزين نضيع وقت. تعالى بس عايز اوريك حاجه تانية، حاجه مهمه جدا. تعالى نخرج كده. طيب بص بقى، انا اصريت ان انا ادخل لك اسم الشرطه عشان اوريك ده اكتر مكان تقريبا فيه انعكاسات في اللعبه كلها. بص الفريمات عامله ازاي، وانا كده كمان مفعل وضع الاف اس ار. واخد بالك انت؟ بص احنا بنلعب بال10 فريم. لكن بقى تعالى كده اما نخرج من المكان ده ونخش مكان ما فيهوش الانعكاسات دي كلها. هو ده المكان الوحيد في اللعبه اللي بيعمل كده، الوحيد حرفيا. رعب. بص بقى الفريمات كده هتلاقيها بدأت تظبط شوية. يلا ما تكسفنيش بقى، يلا بقى ما تكسفنيش، في ايه؟ تيجي اظبطي بقى، اظبطي يا ولية. يما مش لاعب يا جدعان، هي كده. انا قلت لك ما علينا، انا كده قلت لك كل حاجه وعملت اللي عليا. وتالت لعبه هنجربها، اللعبه اللي انا معتزلها بقالي اكتر من 6 شهور او 7 شهور، وهي لعبه ببجي موبايل. طبعا هنجربها على المحاكي الجيم لوب، واوريك كمان الاعدادات بتاعتي. طيب تعالى كده نبدا باعدادات الجيم لوب عشان تبقى فاهم ان انا بلعب على جيم لوب 64 بت مش 32 بت. خد بالك من الجزئيه دي عشان تفرق في الاداء جدا جدا جدا. دي كده اعدادات الجيم لوب. احنا بنلعب على سيتنجز، بنلعب على اوبن جي ال. خد بالك مش بنلعب على دايركت اكس، خد بالك من الجزئيه دي جدا. بالنسبه للبيزك فهي حاجات طبيعيه جدا ما علينا، يعني نخش على الموديل. انا عامل ريد ماجيك 9 برو، وكمان انا بنلعب على 1080 بي، مش بنلعب على 2K ولا بنلعب على 720. احنا بنلعب في الميديم مين بمعنى صح. زي ما انت شايف كده الكومبات او الجيم نفسها انا عاملها على سموز والترا اكستريم مع 120 فريم. وشويه كده هنجرب الاتش دي ار. بالنسبه للوي برضه نعملها اتش دي ار واكستريم. لو حاولنا ان احنا نعملها على الالترا اتش دي الكارت مش مدعومه، فلازم كارت اعلى شويه عشان نخش على الالترا اتش دي. الفريمات بتلعب في ال 100 110 فريم. الفريمات نزلت عشان معانا كان ناس كتير جدا، نزلت كمان سقطت كتير جدا 40 فريم. متخيل من 120 فريم 76 فريم 80 فريم. ايوه كده رجعنا في الافريج اللي هو ال 80 فريم تقريبا. سقطت جامد دلوقتي. لو خدت بالك، خد بالك ان انا بصور من نفس الجهاز، مش معايا كابتشر كارد. خد بالك من الجزئيه دي لان دي جزئيه مهمه فوق ما تتخيل. نازله الزفت اللي انا نازلها دي، لا اللي معايا في التيم هيشتموني. 60 فريم 77 فريم. يا عم هات سلاح بقى، ده انت غريب يا اخي. 60 فريم برضو 50 فريم. ده كده على 120 فريم. خد بالك ان شاشتي برضو 60 هرتز، فده انا مش شايفه عشان تبقى فاهم. بس الجزئيه دي مهمه فوق ما تتخيل. احنا واقفين في النص، في حد جوه. حد خد باله. اوعى الصوت ده كله. تسقيط فريم حصل. اعمل لعبه كده بقى على 120 او نعملها بمعنى صح على الاتش دي ار ونشوف كده الدنيا بتقول ايه. بس في حاجه بقى عايز اقول لكم عليها. فجاه كده انت بتلعب تلاقي اللعبه بتسقط فريمات. بمعنى ايه؟ يعني تلاقيها نزلت مثلا ل 25 مره واحده بس تطلع تاني في نفس اللحظه.
ما اعرفش ده سببها ايه صراحه، بس دي حاجه مستفزه جدا جدا، ما اعرفش ليها حل ولا ايه بالظبط. برضو عايز تحصل الحركه اللي كانت بتحصل دي، بس بص مش عايز تسقط، مش عايز تسقط فريمات، مش عايز تسقط فريمات، مش عايز. بص بتحصل دلوقتي ايه، بص التسقيطه بتحصل مره واحده كده وترجع تاني، تلاقي اللعبه نزلت 10 فريم مره واحده، 20 فريم مره واحده. وبس كده يا رجاله، ده كان فيديو النهارده. ولكن قبل ما انهي الفيديو لازم اقول لك على حاجه مهمه جدا، عشان الناس اللي فتحتني في الكومنتات بسبب الشاشه الاستيراد دي، مش انا، ده كرسي والله. باذن الله فيديو كمان او فيديوهين كمان اول ما اخلص امتحاناتي مش هشوف الشاشه دي تاني باذن الله يعني، او هتشوفها بس تبقى شاشه تانيه للامانه، انا عشان ابقى اوكي معاك. وبس كده يا رجاله مره تانيه.